السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. بيت عاش بالظلم ووقف للحساب. الظلم في البيت ما بيضيعش حتى لو عدى عليه سنين، وحتى لو اتغلف بالسكوت، وحتى لو اتسمى تربية أو حق، أو حتى جه على شكل أنا كبير وأنا فاهم أكتر. الظلم في البيت مش دايما صريخ، أحيانا يبقى نظرة، أحيانا مقارنة، وأحيانا كلمة اتقالت واستخفيت بيها، وأحيانا حق اتاخد وصاحبه سكت علشان البيت ما يخربش. بس اسمعني كويس، البيت اللي عاش بالظلم بيفضل واقف من بره، بس من جوه بيتاكل حتة حتة. دموع ما نزلتش، وقهر ما اتقالش، ودعوة طالعة من قلب مكسور، ورايح الرب عمره ما بينام. الناس تشوف بيتك هادي وتقول يا بختهم، بس محدش شاف كم مرة حد اتظلم وسكت، وكم مرة العدل كان غايب علشان راحة واحد بس. والمصيبة إن الحساب مش شرط يستنى الآخرة. في بيوت وقفت للحساب بالفعل وهي لسه عايشة في الدنيا. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو حسيت إن الكلام ده قريب منك اكتب لي في التعليقات يا رب، وخليك معايا للآخر. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الظلم بين الزوجين لما البيت يفقد الأمان. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم بين الزوجين مش دايما ضرب ولا إهانة صريحة، أحيانا يبقى تحكم، وأحيانا تجاهل، وأحيانا إنك تسمع وتعدي كأنك ما سمعتش. لما واحد يعيش حاسس إن صوته مش مسموع، وإن رأيه دايما أقل، وإن زعله رفاهية، هنا القلب بيبدأ يقفل. والبيت اللي ما فيهوش أمان نفسي مهما كان مليان بيفضل ناقص. السكوت هنا مش رضا، السكوت خوف من خسارة، بس الخسارة برضه بتيجي. يروى أن رجلا كان شديدا على زوجته، فلما حضرته الوفاة قال: والله ما ضربتها، ولكني ظلمتها بسكوتي عنها. ومات وهو بيكرر: العدل العدل. في ست اتحملت سنين تتقهر وتسكت علشان أولادها، ولما الأولاد كبروا قالوا لها: ليه سكتي؟ واكتشفت إن سكوتها ما حماهاش، بالعكس ده علمهم إنه ظلم عادي. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو أنت في علاقة وحاسس إنك دايما الأقوى، راجع نفسك. العدل مش ضعف، والقوة مش في الكلمة الأخيرة. القوة إن اللي معاك يحس إنه آمن مش مكسور. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي ظلم الأولاد، جرح بيمتد العمر كله. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. في أولاد اتربت على الظلم من غير ما تعرف، تفضل ده عن ده، ولد على ولد، بنت عن بنت، وقسوة باسم الرجولة، وسخرية باسم التربية. الطفل اللي يتظلم بيكبر وهو شايل سؤال: هو أنا قليل؟ هو أنا مش كفاية؟ ومع الوقت يا إما يتحول لشخص قاسي جدا بيظلم غيره، أو شخص مهزوز جدا بيطلب الرضا بأي تمن. كان أحد الصحابة لا يرفع صوته على صبي وبيقول: إن الله سائلي عن كسر قلبه كما يسألني عن كسر عظامه. في شاب ناجح جدا بس عمره ما حس بقيمة نفسه، كل ما ينجح يحس إنه لسه ناقص. يا ترى إيه السبب؟ بيت معرفش العدل وعلمه إن الحب مش مضمون. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو عندك طفل خد بالك، العدل أمان والقهر تركة تقيلة. ما تورثش لابنك وجع وتستنى منه يطلع سليم. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الظلم الساكت ودعوة المكسور. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخطر ظلم هو اللي محدش سمعه، ظلم اتكتم، ظلم اتخزن، ظلم صاحبه قال ربنا موجود. الدعوة اللي تطلع من قلب مكسور ما بتحتاجش صوت، بتطلع صافية وبتوصل بسرعة. ناس افتكرت ان الدنيا عدت وفجأة لقوا ان الراحة راحت والبركة اتشالت والبيت بقى تقيل من غير سبب واضح. قال أحد العلماء: إني لأعرف ذنوبي في خلق زوجتي وخادمي. يعني الظلم بيرجع حتى في أدق التفاصيل. في بيت كان كله تحكم، الأب مات والأم كبرت والأولاد اتفرقوا ولا واحد رجع. البيت كان واقف بس للأسف فاضي. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو أنت مظلوم اطمن، حقك محفوظ. ولو أنت ظالم ارجع بدري، علشان الحساب لما بيجي متأخر بيكسر. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: الظلم في البيت مش لحظة، الظلم مسار. بيتعاش على الظلم مهما طال لازم يقف للحساب، يقف للمراجعة، أو يقف للانهيار. لو لسه في إيدك فرصة تلحق، تعتذر، تعدل، اعملها دلوقتي. يمكن كلمة عدل ترجع روح وتصلح بيت كان على وشك الانهيار. وأخيرا أدعو الله: اللهم إنا نعوذ بك من الظلم كله، دقه وجله، أوله وآخره. اللهم أصلح بيوتنا واجعل يا رب العدل أساسها والرحمة سقفها. اللهم إن كان في بيوتنا مظلوما فانصفه، وإن كان فينا ظالم فاهده ورده إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعل بيوتنا شاهدة علينا يوم نلقاك، واجعلها يا رب عامرة بطاعتك مطمئنة بذكرك. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان الرسالة دي تستاهل توصل شاركها وخلي غيرك يسمعها. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.